واصل نادي البشاير عروضه القوية في دوري عام سلطنة عمان لكرة اليد بعد أن حقق انتصارا جديدا جاء هذه المرة على حساب نادي نزوة بنتيجة 32 هدفا مقابل 12 في المباراة التي أقيمت بنادي الأمال ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري. الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا الفوز ما قال بعد ما طبقنا كل تكتيك او كل شيء ذكره المدرب يعني قبل المباراة. الحمد لله رب العالمين طبقناه، وهذا اللي شفتوه هو من كلام المدربين وتطبيق اللاعبين، والحمد لله رب العالمين. نحن نمشي مباراة مباراة خطوة خطوة، والحمد لله رب العالمين، وبإذن الله تعالى راح تشوفوا مستوى أفضل وأفضل في المباريات القادمة بإذن الله تعالى. فكما كان متوقعا فرض البشائر سيطرته على ديربي الداخلية بعد أن هيمن على معظم مجريات اللقاء. كتيبة المدرب محمد نوار دخلت اللقاء بأفضل طريقة ممكنة بعد أن درس المدرب منافسه كأحسن ما يكون لينهي الشوط الأول متفوقا ب17 هدفا ل3. الهدف الأساسي من البشاير بالمجموعة أو الكوكبة من اللاعبين ديت المنافسة، مش البقاء في الدوري واحنا أول سنة أو في سنة أولى دوري. المنافسة، كل الفرق عندنا درجة واحدة. في الشوط الثاني حاول مدرب نزوة في تغيير مجريات اللقاء إلا أنه اصطدم بحائط صد دفاعي محكم فضلا عن تألق حارس البشائر. والله بص حضرتك، يمكن اولا نادي نزوة صاعد من الدرجه الثانيه السنه دي. مجموعه الاولاد اللي موجوده كلها من صغار السن، لسه كلهم من اولاد المحافظه. احنا هدفنا مش ان احنا نكسب ونفوز في الدوري، الهدف عندنا ان احنا اولا نكتسب خبرات، خاصه ان احنا بنلعب مع فرق معظمها لاعبين الدرجه الاولى. امبارح عاملين مباراه كبيره مع مسقط ثاني وثالث الدوري، فانا بشكر لعيبتي على ادائهم. هذا الانتصار سيعطي البشاير دفعة معنوية كبيرة قبل لقائه المنتظر أمام نادي مسقط في قمة مباريات الجولة القادمة. بعد صدمة البدايات نادي البشاير يحقق فوزه الثالث تواليا مبرهنا أنه قادم بقوة للمنافسة على اللقب. من صالة الأمل، خليفة بن سليمان السريري.